أهلا وسهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من أصل الأشياء. اليوم رح نتحدث عن مستحضرات التجميل. طبعا هي مواد تستخدم لتعزيز أو حماية مظهر أو رائحة الجسم البشري، وتشمل مستحضرات التجميل مراهم العناية بالجلد والغسولات ومساحيق والعطور أيضا، ومحمرات الشفاه وطلاء الأظافر ومكياج العيون والوجه والعدسات، اللاصقة الملونة وصبغات الشعر ومثبتات الشعر أيضا، والمواد الهلامية مزيلات الروائح الكريهة. تشير المدونات الأثرية إلى أن النساء بحضارة سومر بالعراق هن أول من استخدموا مستحضرات التجميل، أي قبل نحو 5000 سنة أو ما سبقها، حيث كسروا الأحجار الكريمة واستخدموها لتزيين وجوههم وتحديدا حول العينين والفم. طبعا وهنا لابد من الإشارة إلى أن المصريين أول من استخدموا الكحل، إذ كان الرجال والنساء يرسمون حول عيونهم بأقلام الكحل اعتقادا منهم إن هم يبعدون قوى الشر عنهم. وفي عصر الملك تحتمس اكتشفت علاجات للتجاعيد ومساحيق من شمع العسل كمرطبات للبشرة، حيث كانت المرأة المصرية تستخدم مادة الجالينا المصنوعة من النحاس وخام الرصاص، ومادة المرمر المصنوعة من عجينة خضراء زاهية من معدن النحاس أيضا، في تطبيقها على وجوه للحصول على لون أو توضيح ملامح الوجه. كما كان المصريين يصنعون من مزيج اللوز المحروق والنحاس المؤكسد والرماد والرصاص الكحل لتزيين العينين على شكل اللوز. بعد هذا بدأ الشعب الصيني بصبغ أظافرهم بالصمغ أو الجيلاتين وشمع العسل والبيض، بحيث تمثل الألوان المستخدمة الطبقة الاجتماعية، كاستخدام الأفراد المالكة للألوان خصوصا الذهبية منها والفضية. طبعا وكان محظور على الطبقات الأخرى وضع الألوان الزاهية على أظافرهم. كما كانت النساء الإغريقيات يقمن بطلاء وجوههن بالرصاص الأبيض وتطبيق مسحوق العنب على شفاهن كأحمر شفاه، بينما يستخدمن شعر الثيران في وضع حواجب وهمية. وعادة كان المواطنون الصينيون واليابانيون يستخدمون مساحيق الأرز لجعل وجوههم بيضاء، كما كانوا يصبغون أسنانهم باللون الذهبي أو الأسود، بالإضافة إلى استخدامهم للحناء لصبغ الشعر. وكان فتيات الجيشة اليابانيات طبعا يطلن وجوههن بالأبيض ويحددن عيونهم ويلونون الشفاه بالمستحضرات أو بالمستخلص الأحمر لنبتة الزعفران الباهظة الثمن. كذلك استخدموا أيضا فضلات العصافير لمحاربة تجاعيد البشرة. بعدهم استخدم سكان روما زيت الزيتون وشمع النحل وماء الورد لصنع كريمات البشرة، بينما قاموا باستخدام دهون الأغنام والدم كطلاء للأظافر، بالإضافة إلى حمامات الطين، وقيام بعض الرجال أيضا بصبغ شعرهم باللون الأشقر. أما بالهند تم استخدام الحنة لصباغة الشعر، وفي أوقات عقد القران أيضا، بالإضافة إلى أشكال الفن المعقدة اللي يتم رسمها على اليدين والقدمين خاصة قبل الزفاف الهندوسي. وبأوروبا أيضا تم استخدام الزرنيخ في بعض الأحيان كبودرة للوجه بدلا من الرصاص، بالإضافة إلى تطور صنع الروائح المعقدة في فرنسا من استخدام المواد الطبيعية إلى العمليات الكيميائية اللي تستعمل في اختبار هذه الروائح. وفي عقد العشرينيات من القرن العشرين بدأ المكياج ينتشر مع رواج وشهرة السينما في هوليوود، وبدأت تظهر أيضا شركات تجميل جديدة. وعام 1930 بدأ انتشار أحمر الشفاه وأصبح أكثر شعبية، ثم ظهرت الماسكارا. أما بعد الحرب العالمية الأولى كانت تجرى جراحات تجميلية لإزالة آثار الشيخوخة. أما بالقرن الحادي والعشرين انتشر التجميل بشكل كبير حتى أصبح شيء أساسي لا يمكن للنساء الاستغناء عنه، وانتشرت الآلاف من المستحضرات التجميل المستخدمة في كافة مجالات التجميل وللجنسين أيضا. بعدها أصبح هناك مراكز تجميل متخصصة بهذا المجال، وانتشرت كذلك تقنيات وصيحات جديدة للمكياج. قد تم الترويج عالميا لمصطلح ميك اب ارتست، اللي يعني خبيرة مكياج، وبدوره انتشر بالعالم العربي، وظهرت العديد من خبيرات المكياج العربيات من خلال برامج التواصل الاجتماعي ليتخطين حدود العالم العربي وحصلنا أيضا على الشهرة من كافة أنحاء العالم. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.